5 الحوايج خاصك ديرهم قبل ما توصل 25 عام. اول حاجه تصالح مع راسك، قبل على نفسك، على الشكل ديالك، على المشاكل والظروف اللي انت فيها. هكذا غادي تبدا تفكر بايجابيه، وغادي تشوف الحوايج الايجابيه في حياتك وشخصيتك. ما تنقولش هذا الشيء سهل، غادي تلقى صعوبه في الاول، ولكن ركز على تحقيق نجاحات صغيره. مثلا تتعاني من صلع وراثي وانت مازال صغير، شحال من دري تيرسل لي في انستغرام عنده نفس المشكل. في بلاصه ما تشوفها من الناحيه السلبيه، شوفها من ناحيه ايجابيه، واعتبرها تمييز على الناس الاخرين وتقبلها. وبحال هاد النجاحات الصغار هما اللي غادي يخليوك تقدر الجوانب القويه من ذاتك. الحاجه الثانيه، تعلم يكون عندك دخل اضافي. سواء كنتي مازال تتقرا ولا خدام، خاص يكون عندك دخل اضافي. ودابا العالم كامل ولا خدام على هادشي. الا كنتي تتقرا، داركم ما غاديش يوفروا لك كلشي داكشي اللي باغيه، وإلا كنتي خدام صالير واحد عمرو غادي يكون كافيك ويوفر لك كلشي باغي. داكشي علاش خاصك يكون عندك دخل اضافي. وحاليا ماشي صعيب هادشي بهذيك الطريقه اللي كانت شحال هذا. ابسط الحلول ممكن دير محتوى على انترنت وتخدم عليه، مع المده غادي تولي تدخل منه فلوس. ولا دير اي حاجه تتفهم فيها، واخا غير من الدار وفي الوقت اللي يكون عندك خاوي. مهم يكون عندك دخل اضافي. الحاجه الثالثه، بر الوالدين. الا بغيتي تكون ناجح في حياتك بصفه عامه، خاصك تكون بار بوالديك، بمعنى خاصك تكون مرضي. وفي فتره العشرينات هي اصعب فتره، حيت الاغلبيه ما تيبقاش يتقبل الهضره ديال والديه، تجيه قديمه حيت ما تتناسبش مع الافكار ديالو. ولكن الا فكرتي غير شويه، والديك راهم هما اول وحدين باغيينك تكون ناجح. واخا يبان لك العكس. لهذا خويا ولا اختي، اول حاجه تبدا بها المعامله الحسنه مع والديك، واعطيهم من وقتك، وكون على يقين الا رضوا عليك غادي يكون الله راضي عليك. والا كان الله راضي عليك، حتى حاجه ما يمكن ليها توقف في طريقك. الحاجه الرابعه، الرياضه والماكله الصحيه، خاصهم يكونوا جزء اساسي في نمط الحياه ديالك. يكفي انك تختار اي نوع ديال الرياضه وديرو غير 3 المرات في السيمانه، ولا غير جري 3 المرات في السيمانه، بالاضافه للماكله الصحيه. تجنب قدر المستطاع الماكله ديال الزنقه واي حاجه فيها دهون ماشي صحيه. بعد على السكر واي حاجه عندها ضرر على الصحه ديالك. وازن بين هاد الجوج اللي هما الرياضه والماكله الصحيه، غادي تكون صحتك مزيانه، اللياقه البدنيه ديالك غادي تكون مزيانه، وحتى التفكير ديالك غادي يكون مزيان. وكيف ما من صغرنا وحنا تنسمعوا العقل السليم في الجسم السليم. اخر حاجه، جرب حوايج جداد. حاول تخرج من منطقه الراحه ديالك وجرب اشياء جديده. غادي تخسر وغادي تخطأ في الاول، ولكن غادي تتعلم حيت انت في الوقيته ديال التعلم. جرب تسافر بلايص جداد، جرب تعرف على ناس جداد، تعلم لغه جديده، حاول تعلم مهاره جديده تقدر تكون هي المستقبل ديالك. هاد الشيء كامل غادي يكون عنده نتائج ايجابيه على شخصيتك وعلى ذاتك. وفي الاخير تهلاو في ريوسكم، تلاقاو فيديو جديد وموضوع جديد.